دي اوري حضراتكم النهارده الصور اللي انتشرت وعلى الحدود المصريه الليبيه. هو احنا بنسال السلاح ده بيجي منين؟ الذخيره بتيجي منين؟ اتفرجوا بقى حضراتكم. ايه راي سيادتك؟ كويس؟ دي كلها مرميه بالطيارات. طب عدد الطيارات اللي ترمي الكونتينرات دي قد ايه؟ ده اسقاط جوي لاسلحه. انتوا شايفين كميه الكونتينرات والصناديق اللي مرميه بالباراشوتات ومرميه من الهواء او بصوا او منقوله او جايه بالعربيه. بص كل دي، كل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده صور واضحه جدا للصناديق الخاصه بالسلاح اللي تم اسقاطها على ليبيا لمجموعات معينه. لو كانت هذه الاسلحه جايه رسمي كانت نزلت في مطارات. لو كانت الاسلحه دي جايه رسمي كانت اتسلمت للجيش، او على الاقل كانت اتسلمت في ايد الجيش اللي بيقول على نفسه هو الجيش. يعني ما هو في مجموعات كل واحد بيقول لك انا اللي معايا الحق في اداره هذه البلاد، ولكن دي نازله لغرض معين اخر، غرض تاني تماما. دي نازله علشان تسلح مجموعات جايه ناويه تموت، مجموعات متحركه اتقال لها انزلي مالكيش دعوه هتتامني وسلاحك هيوصلك. انا بنتكلم صواريخ، اتكلم مضاد للطائرات تحت امرك، سلاح هاون كاتيوشا، اللي انت عايزه كله موجود، كله موجود. وهو نازل، والفيديو اتصور بصوت احد المواطنين الليبيين من الشهود العيان اللي بيأكد ان دي طيارات امريكيه هي اللي قامت بالقاء هذه الاسلحه. تعالوا بقى نزع لكم الفيديو تاني بالصوت. ايه رايكم؟ نسمع الصوت بتاع الشخص الليبي. ذخيرتها راح تحتاج كي ذخيره. ما عندكش حربه برا غادي يا حسام بك. ذخيره، الله اكبر، ذخيره لا تحصى ولا تعد. توقعت تشوف حاجه زي كده؟ استغفر الله العظيم. كل 23 لا ذخيره على مد البصر، ذخيره على مد البصر. ده اكبر زوم طبعا الكاميرا. ذخيره على مدى البصر، ذخيره على مدى البصر، ذخيره على مدى البصر. بكام؟ مين اللي دافع؟ مين اللي باعت؟ مين اللي يعني ما فيش حد في العالم يقدر يرصد. حضراتكم عارفين وزن الاسلحه والذخيره قد ايه؟ طيب دي محتاجه كام طياره نقل؟ وما بكلمكش على طيارات نقل بقى اللي هي الطياره العاديه ولا طياره مش عارف ايه ولا كلا، لا ده انا بكلمك على طيارات نقل اسلحه، ودي بتبقى ماشيه مع بعضها. طب لو كل طياره هتشيل في العموم كام؟ 50 طن؟ ماشي انا معاك 50 طن. دول كام 50 طن؟ دول كام 50 طن؟ يبقى دول محتاجين كام طياره؟ ثم عشان يرميهم من فوق، لان ده ما بينزلش عشان يطلعهم، ده بيرميهم بدليل ان هم منتشرين على الارض. ده علشان يرميهم محتاج يعمل كام لفه في المنطقه دي ويتامن بكام طياره اخرى. مين اللي عنده لوجستيات انه يعمل كده؟ مين اللي عنده المقدره ان هو يعمل ده؟ ومين اللي عمال يراقب كل حته ويقول لك انا معاك في اوضه النوم وانا جنب محمد شردي وهو في الحمام وانا مش عارف داخل فين وانا ايه؟ مين؟ طب ما شافش؟ البعيد اتعمى؟ سلاح مين ده؟ ميت فين؟ وطلع اتباع لمين؟ وازاي تيجي تراقب عليا كل قطعه سلاح ولا نبله حد يمسكها في ايده ومش عارف تمسك ده وتروح تشوف ده وتقول هذه قطع سلاح مصنوعه في المكان الفلاني وبيعت لفلان الفلاني، يا اما تروح تقفل المصنع اللي كان بيعها. مش كده؟ رساله الى المجتمع الدولي، جاتكم نيله كلكم على بعض ابتداء من امريكا لكل الدول العظمى اللي عامله فيها السبع رجاله، وانتوا اللي بتموتونا وبتبعتوا السلاح ده.
وعامل بكره مؤتمر للارهاب.